انا عاوز اعترف بحاجه. انا كنت كل يوم بهرب، بس مش من الدنيا ولا من الناس. انا كنت بهرب من نفسي. واحد يجي يقول لي بتهرب من نفسك؟ الهروب كان ازاي؟ كنت بفتح الموبايل كل شويه، كنت باكل من غير ما اكون جعان، كنت بتمشى وانا مش عارف رايح فين، وبقول لنفسي عادي، بريح دماغي. لحد ما جت المواجهه الصعبه. في يوم وانا واقف قدام المرايه قلت جمله عمري ما قلتها قبل كده: أنا مش عايز أعيش كده تاني. مش عاجبني شكلي، ومش عاجبني جسمي، ومش عاجبني دماغي اللي بتأجل وتكسل كل شوية. والمشكلة يا صديقي إني أنا اللي سايب نفسي كده. لحد ما جت لحظة القرار. أنا كنت مستني اللحظة المثالية، كنت مستني أتحفز أستعد أكون جاهز. بس للأسف اللحظة دي ما جاتش. اللي جه يا صديقي هو الزهق. زهقت من كوني أضعف من اللي جوايا. أول خطوة أخدتها وقتها قررت أبدأ، حتى ولو المزاج بايظ. بدأت أتحرك حتى وأنا كسلان، بدأت أذاكر حتى وأنا مش حابب، بدأت آكل بعقل مش بنهم. كل ده طبعا خطوة خطوة، بس كل مرة كنت بحس إني برجع لنفسي. الدرس اللي فهمته إيه بقى؟ اللي بيفضل يهرب هيفضل طول عمره تعبان. لازم تقف وتواجه، لأن مفيش حد هيشيلك غيرك. مفيش فيديو هيوقفك إلا لو فعلا كنت جاهز تقف وتهرب. الخلاصة: أنا مش أحسن منك، أنا بس زهقت من كوني نسخة بكرهها وقررت أطلع منها. لو حاسس بالكلام ده اكتب لي تحت، أنا كمان بدأت أواجه علشان تبدأ الرحلة معانا.